السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم متابعين قناة تركاية. بما إن تطبيق الواتساب كل شوية يطور من نفسه وكل شوية ينزل بتحديث جديد، وفي كل تحديث الواتساب بيضيف ميزات جديدة للتطبيق ما كانتش موجودة قبل كده. عشان كده خصصنا أكتر من فيديو عشان نشرح فيه أهم الميزات المخفية، أو زي ما تسميها حيل أو تريكات موجودة في تطبيق الواتساب الكتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. في الفيديو ده إن شاء الله هقولك على 3 ميزات جديدة تم إضافتها حديثا في التحديثات الأخيرة للواتساب. تابع الفيديو للنهاية. أول ميزة هنتكلم عليها النهاردة ما كانتش موجودة قبل كده في التطبيق، ونزلت بعد كده في التحديثات الأخيرة ليه، وأنا شخصيا كنت بعاني من عدم وجود الميزة دي في تطبيق الواتساب، وعشان كده لجأت لتنزيل تطبيقات أخرى عشان استفاد من الميزة دي. لكن للأسف هذه التطبيقات كانت معظمها سيئة وأداها غير جيد. الميزة هي قفل التطبيق بمستشعر بصمة أو فيس اي دي. حاليا واتساب قامت بإضافة خيار جديد لقائمة الإعدادات بتمنح المستخدم ميزة قفل التطبيق بمستشعر بصمة أو فيس اي دي. على فكرة الميزة دي ما كانتش موجودة في تطبيق الواتساب، واتضافت في التحديثات الأخيرة للتطبيق. وطبعا لو تليفونك بيدعم مستشعر بصمة أو فيس اي دي تقدر تستفاد من هذه الميزة بكل سهولة. طيب تعال نشرح عملي ازاي نفعل هذه الميزة في تليفوننا. في البداية بتفتح تطبيق الواتساب وتضغط على 3 دوتس دول او ال3 نقاط دول. بعد كده بتتوجه الى الاعدادات. بعد كده بنروح لحاجة اسمها الخصوصية. بتنزل تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع. هذا الخيار تم إضافته حديثا زي ما قلنا في تطبيق الواتساب. بتضغط عليه كده هتلاقيه غير مفعل افتراضيا. بتضغط لتفعيله. بمجرد ما تضغط تفعيله هيجيلك تأكيد بصمة الإصبع. بتضغط بصباعك كده التليفون بياخد بصمة الصباع بتاعك. بمجرد التفعيل هتظهر معاك خيارات القفل التلقائي. زي ما انت شايف في 3 خيارات. يفضل انك بتختار كلمة حالا، يعني بمجرد ما تطلع من التطبيق الواتساب بيقفل اوتوماتيك لوحده. وكده بمجرد ما تطلع من تطبيق الواتساب هيتقفل اوتوماتيك لوحده. لو فتحت التطبيق هتلاقي التطبيق محتاج بصمة عشان يفتح معاك. الخاصية أو الميزة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة واللي نزلت في التحديثات الأخيرة للواتساب، واللي بتعتبر خاصية مهمة جدا عشان بتخليك تتمتع بمزيد من الخصوصية والأمان من ناحية، والناحية التانية بتوفر في مساحة التخزين، يعني ما بتخليش التليفون يتملي ببيانات ملهاش لازمة. الخاصية اللي اسمها خاصية الرسالة ذاتية الاختفاء أو الرسالة المؤقتة. الخاصية دي معناها ان الرسائل اللي بنكتبها في المحادثات او الدردشات اصبح ليها تاريخ انتهاء صلاحية، يعني بتختفي لوحدها بعد فترة معينة. وبمجرد تفعيل خاصية الرسالة المؤقتة بتختفي جميع الرسائل، سواء النصية يعني الكلام اللي احنا بنكتبه، او رسائل الوسائط اللي هي الصور ومقاطع الفيديو بتختفي ايضا تلقائيا بعد فترة معينة من وقت ارسالها. هذه الخاصية بإمكانك إنك تنفذها على كل المحادثات اللي عندك، أو ممكن تحدد تفعيلها على دردشة معينة. كمان في حالة تفعيلها بتنطبق على الرسائل الجديدة في المحادثة فقط، يعني بعد ما تشغل هذه الخاصية على محادثة معينة أي رسائل جديدة هتختفي بعد فترة لوحدها. طيب تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي إزاي نفعل هذه الخاصية. لو عايزين نفعل هذه الخاصية على كل الدردشات أو المحادثات الموجودة عندنا بتفتح تطبيق الواتساب، تضغط على 3 دوتس، بعد كده الإعدادات، بتختار الخصوصية، بعد كده بتنزل على حاجة اسمها مؤقت الرسائل التلقائي اللي هي الرسائل ذاتية الاختفاء، بتضغط عليها وهتبدأ بعد كده تحدد صلاحية بقاء الرسالة. يعني لو اخترت الاختيار الأول 24 ساعة الرسائل بتاعتك هتختفي بعد 24 ساعة. لو اخترت الاختيار التاني 7 أيام هتختفي الرسائل بعد 7 أيام لوحدها. لو اخترت الاختيار الأخير أو الاختيار الثالث اللي هو 90 يوم الرسائل بتاعتك هتختفي بعد 90 يوم. لو انت عايز تعمل إيقاف لهذه الخاصية على جميع الدردشات بتضغط على كلمة إيقاف.
طيب لو عايزين نفعل هذه الخاصية على محادثة معينة، بتختار أي محادثة أنت عايزها وبتضغط عليها كده. بعد كده بتضغط على الثري دوتس دول وبتختار الرسائل ذاتية الاختفاء، وهنا بتفعل أي خيار أنت عايزه، وكده فعلت هذه الخاصية على المحادثة دي بس. أما المحادثات التانية مش شغالة عليها الخاصية. الخاصية أو الميزة الثالثة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي منع إدخالك بمجموعات أو جروبات واتساب بدون إذنك. أخيرا نزل تحديث في الواتساب هيخلينا نودع المجموعات المزعجة والغير مرغوبة على الواتساب. أكيد كلنا بنتعرض إنه في حد معين ممكن يضيفك إلى عشرات المجموعات بدون إذنك وبدون سبب. طبعا ده بيترتب عليه إنك بتتلقى يوميا المئات من الإشعارات المزعجة على تطبيق الواتساب بتاعك، وده بيخليك مش عارف تستخدم الواتساب. طبعا التحديث الأخير للواتساب رحمك من ده كله ومنحك صلاحيات إنك تتحكم في اللي ممكن يضيفك إلى المجموعات. تعالوا نشوف إزاي هننفذ الكلام ده بشكل عملي. أول حاجة هنفتح تطبيق الواتساب، بعد كده نضغط على الثلاث نقاط دول، نختار الإعدادات، بعد كده نختار الخصوصية، بعد كده ننزل نضغط على المجموعات. هنا هتظهر معاك 3 اختيارات. الاختيار الأول اللي هو مفعل تلقائيا الكل لو اخترت الاختيار ده كده هتسمح لأي حد إنه ممكن يضيفك إلى أي مجموعة. الاختيار التاني كده بتسمح لكل الناس اللي انت ضايفهم في التليفون عندك إن هما ممكن يضيفوك لأي مجموعة من مجموعات الواتساب. الاختيار الثالث كده هتبدأ تستثنى ناس معينة أو أشخاص معينة إنهم يضيفوك إلى أي مجموعة. بإمكانك إنك تحدد الأشخاص اللي أنت عايزهم، بتضغط عليها كده يبدأ يفتح معاك، تختار الشخص اللي أنت عايزه، تحدد عليه كده الشخص اللي أنت عايزه، بعد كده بتضغط أوكي، وكده منعت هذا الشخص إنه ممكن يضيفك إلى أي مجموعة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لايك واشتراك اللي جاي كتير.